في الفيديو ده هنتعلم مع بعض أساسيات تصميم وتحريك الشخصيات الكرتونية باستخدام برنامج مومو بطريقة كوميدية مبتكرة مع شخصية ألأس الشهيرة. هاي، ازيكم يا أصدقائي؟ بس بقى ألأس، خلينا نشرح. حاضر. هنشرح أدوات البرنامج خطوة بخطوة ونشوف تحديات مضحكة بين ألأس وتصميمه الجديد. لو عايز تبدأ في عالم الأنيميشن أو تطور مهاراتك فالفيديو ده ليك. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول بأول. يا عم ألأس، تعالى هنا بس، مش هتاخد وقت معايا. هساعدك يا عم، مش هخليك تقلدني. هو علوش واحد بس في الدنيا. أول ما بتفتح برنامج الموهو، دي الواجهة الرسمية بتاعت البرنامج. أول حاجة بنعملها إن بجيب الشخصية اللي أنا عاوز أعملها أو أصممها وبعمل لها إمبورت جوه البرنامج. وهنا جبت شخصية ألأس وهبدأ أرسمه. بضيف لاير جديد وبستخدم أداة الاد بوينت علشان أرسم. أداة الاد بوينت دي زي بالظبط البين تول في البرنامج بتاع الإليستريتور أو الفوتوشوب. دي اللي بعتمد عليها في الرسم عموما يعني، بس هي بتبقى يعني مش بنفس الإمكانيات اللي موجودة في الإليستريتور أو الفوتوشوب، دي أقلها، بس هي بتفي بالغرض يعني. ببتدي استخدم بقى الأداة دي علشان أعمل كريت شيب. يعني إيه كريت شيب؟ يعني بمعنى أصح إن أنا ببتدي ألون الشخصية بتاعتي. أنا رسمت مثلا الراس دلوقتي، فأنا عايز أديها لون، فباعمل لها create shape ده وباختار اللون وباحدد اللون اللي أنا عاوز أصممه بيه وباعمل create shape. طبعًا أنت كل جزء بتعمله يُفضّل إن هو يبقى في layer لوحده علشان تسهّل على نفسك التحريك. يعني هتعمل الذراع في layer والراس في layer والعين في layer علشان كمان قدّام لمّا تيجي تعمل دوران للراس هتلاقي الموضوع سهل معاك. وزي ما رسمت الراس هابتدي أعمل في الباقي كله كده، الذراع والرجل والbody جسم الشخصية، هاعمل كله زي ما أنا عملت إيه في الlayer بتاع الراس. لمّا نيجي بقى عند الفم، ده باعمل له كذا شكل علشان يعمل معايا الlip sync. إيه الlip sync؟ اللي هو الكلام، لمّا آجي أخلّي الشخصية تتكلم، فأنا هاستخدم الليارات اللي هي كذا شكل للفم دي، إن هي تعمل معايا حركة الفم، وباحطهم كلّهم في جروب وباعمل له switch يعني إيه، باغيّر بين الليارات بتاعة الفم. بعد كده بعد ما أخلّص كل الرسم بتاعي، باحط كل الليارات دي كلّها في جروب باسم الشخصية أو بأي اسم أنت عايزه، وباعمل لها convert to ball. يعني إيه؟ يعني باحوّل الجروب ده جروب عظام عشان أبتدي أرسم العظام بتاعتي وأعمل التحريك بقى. وهنا نخش بقى في القصة الممتعة كلّها في البرنامج. أول حاجة باعمل العظمة الأساسية وعليها باخلّي كل العظام تابعة ليها. باخلّي عظام الذراعين تابعة للعظمة بتاعة الbody اللي هي العلوية اللي فوق، بتاعة اللي عند الصدر دي. وعلشان بقى إيه، أسهّل على نفسي واختار العضمة على طول، عشان أنا بارسم العظمة بتاعة الذراع ده، فأنا دلوقتي لو رسمت الذراع التاني هتبقى تابعة للذراع الأولاني، لأ، بادوس Alt وكليك شمال على العضمة الأساسية اللي أنا عايز أخلّي العضمة اللي بعدها تابعة ليها، زي ما هنشوف كده. وباخلّي العظام بتاعة الأرجل تابعة للعظمة بتاعة الbody السفلية، اللي هي اللي تحتها بقى. وبعد كده بقى بابتدي أعمل حاجة اسمها bind point. يعني إيه، باربط النقط اللي أنا راسمها دي بتاعة الراس أو الذراع أو كده بالعظمة اللي أنا عاوز أحرّك النقط دي بيها، وباجرّب بقى كل العظام بتاعة التحريك. وباعمل اختبار بقى للعظام، وبالاقي إن في حاجات ساعات آجي أحرّك العظمة دي زي ما هنشوف كده في الذراع،
ففي حركة كده مش طبيعية، حصل تشوُّه كده عند الإيد أو في الذراع نفسه. هنا بقى بييجي دور الأكشن. يعني إيه الأكشن؟ الأكشن ده اللي باصلّح بيه التشوُّهات اللي بتحصل في التحريك. يعني العضمة بتاعة الذراع دي مثلًا هاجي أحرّكها كده فالاقيها فيها تشوُّهات، فباعمل لها أكشن. أول ما بادوس على باحدد العظمة اللي أعمل لها أكشن وبادوس new action بيظهر لي الtimeline ده. الtimeline ده مختلف عن الtimeline الأساسي بتاع البرنامج اللي أنا باحرّك عليه التحريك الأساسي، ده بتاع الأكشن بس. بابتدي بقى إن أنا أحدد النقط اللي أنا عاوز أصلّحها وباعدلها، وباخرج برّه الtimeline بتاع الأكشن ده، وبعد كده باجرّب العظمة تاني بالاقي إن العملية كلّها اتصلّحت، اللي أنا عاوز أصلّحه اتصلّح تاني. هنا بقى هتخش بقى على القصة الممتعة جدًا وهي العظام الذكية الsmart bones. smart bones دي هتسهّل عليك شغل كتير جدًا، جدًا، جدًا. دي هاستخدمها في حركات التغميض بتاعة العين، هاستخدم منها إن أنا أعمل حركة walk cycle للشخصية، أخلّي الشخصية تمشي. وباعمل أي action أنا عاوزه في البرنامج إن يسهّل عليّا بعد كده إن أنا أحرّك بعضمة واحدة. يعني لو عايز أعمل دوران للراس بتاعة الشخصية أو لجسم الشخصية، باعمل لها action وباحرّك زي ما أنا عايز، وأمّا آجي أستخدم الaction ده باحُط الaction على طول في البرنامج على الtimeline في التحريك، وبتلاقي الaction اتعمل والشخصية اتعملت الحركة اللي أنا عاوزها.
لو وصلت لهنا يا صاحبي ما تنساش تعمل اشتراك في القناة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وتشير الفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن. إن شاء الله إحنا هنعمل سلسلة تعليمية زي ما أنت شايف كده، حاجة بسيطة وسلسة، ويعني هي هتناسب المبتدئين والناس اللي شغالة في البرنامج برضه. وبعد كده إن شاء الله مع الفيديوهات اللي جاية هنعلى في المستوى شوية.